النهارده يوم تكريم الراحل طيب الذكر استاذ محمد المغزاني. لو هنتكلم عن استاذ محمد مفيش كلام هيوصفه، مفيش كلام هيكفيه، وهنحتاج وقت طويل جدا علشان نتكلم عنه. لو عملنا كتب مش هيكفي. لو كل واحد في الوسط الادبي عمل كتاب عن الاستاذ محمد مش هيكفي الكلام والحديث عنه. الاستاذ محمد كان طيب الذكر وليه اثر في كل مكان بيسيره. النهارده لو انا هتكلم عنه هقول، لكن مش اي حد هيعرف تفاصيله، حكاياته، حكاويه. النهارده ودلوقتي معانا لقاء مع توأم روح استاذ محمد المغزاني، استاذ فوزي عبد الغفار، رئيس نادي ادب اشمون وعضو اتحاد كتاب مصر. هو اكتر واحد يقدر يكلمنا عن استاذ محمد. استاذ فوزي صباح الخير عليك. طبعا استاذ محمد حكاوي وحكايات. حضرتك اكتر واحد كنت مع استاذ محمد. طب تقريبا يعني انا في النادي بقالي 10 سنين، مفيش نفسيه ما كنتوش مع بعض، مفيش مؤتمر، مفيش اي مكان ما كانش بيتذكر اسم الاستاذ محمد المغزاني غير الاستاذ فوزي عبد الغفار معاه، وكذلك الامر الاستاذ فوزي عبد الغفار ما يتذكرش في مكان الا ومعاه الاستاذ محمد المغزاني. حضرتك لو هتتكلم عن الاستاذ محمد النهارده هتقول ايه؟ ولو في موقف معين ما يتنسيش من مواقف كتير جدا حضرتك ممكن تحكي للناس وتعرفوا الاستاذ محمد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكرك شكرا جدا شرف الجهود شرف نادي اشمون، والحقيقه انا جهزت عليا جدا هذا الموقف لان ده يمكن اول مهرجان احضره لوحدي من غير المرحوم محمد المغزاني. محمد المغزاني الحقيقه بدات علاقتي بيه من ما يقرب من حوالي ربع قرن، يعني حوالي 25 سنه في بيت ثقافه اشمون. احد الناس اللي ما عرفوش الحقيقه ده اسلوب دلوقتي جاب لي ديوان وقال لي ايه رايك في الديوان ده؟ لقيته بتاع اسم الاستاذ محمد المغزاني عليه، ولقيت شعر مش ممكن يكون ده الديوان الاول، لكن هو كان الديوان الاول. اعتقد كان اسمه مشاوير او حاجه. وقلت له اتفضل. قبل ما نادي الادب يشهر رسميا كنا برضه بنعمل لقاءات. انا كنت في بيت ثقافه اشمون منذ ان التحقت بالعدد في بيت ثقافه اشمون سنه 78، واحنا بنعمل ندواتنا يوم الاربعاء من كل اسبوع الى ان تم اشهار النادي سنه 2000. قبل 2000 كان الاستاذ محمد المغزاني، دي البدايه زي ما بنقولها كده. وشفت الديوان وكان شعره اشبه بالشعر الغنائي، فقلت له اتفضل. فجيت عملنا اول مره كان يشترك معانا في مركز شباب سندون، وكنت دايما اقدمه ان هو الشاعر الغنائي محمد المغزاني. الحقيقه منذ هذا التاريخ وحتى 14 ديسمبر الموافق 14 ديسمبر 2022 ده موعد رحيل محمد الله يرحمه. حتى رحيله كان في نفس الميعاد وفي نفس اليوم اللي هو الاربعاء اللي احنا بنعمل فيه لقاءاتنا في اليوم. محمد المغزاني من هذا التاريخ وحتى رحيله وتوطدت بيننا العلاقه بشكل كبير جدا. مفيش مهرجان كنا بنسيبه مع بعض، مفيش مؤتمر كنا بنسيبه كنا مع بعض، لقاءات كثيره جدا. مفيش صالون في مصر ما رحناهوش سوا، مفيش لقاء شعري او جمعيه ما رحناهاش سوا، ما حضرناهوش سوا. حتى هو كان معايا في جمعيه رواد بيت ثقافه اشمون. محمد المغزاني له بصمه لا يمكن ان تزول ولا يمكن ان تمحى، لانه يعني انا بقول ان محمد المغزاني برحيله ترك فراغ كوني، ودي ليست مبالغه اطلاقا. محمد المغزاني كان طموح جدا، كان عاشق لبلده ومخلص جدا للادب بشكل عام وللشعر بشكل خاص. مفيش اديب
مبتدئ الا وخد ايده محمد المغزاني. حتى كان ماديا ممكن يساعد وساهم كثير جدا في اصدار بعض الدواوين لشعراء مبتدئين وبقى لهم اصدارات. حتى كان بيبقى حريص ان ياخد مجموعه معاه من هؤلاء الشعراء المبتدئين معاه في المنتديات في القاهره او في خارج القاهره. محمد مخزنجي وضع حجر الاساس، هو اللي صمم المهرجان الشعر العامي في ارض القمر. وهذا المهرجان ضم الكثير والكثير من الادباء المرموقين على مستوى مصر والعالم العربي اللي كان يشار لهم بالبنان. وجم الدكتور يوسف العدل كان علاقتنا كويسه بيه، كان هو اول رئيس لاول مهرجان. شاعر كبير عبد الستار سليم، شاعر كبير ابراهيم رضوان، شاعر كبير امين الديب عمنا امين الديب، ومرحوم استاذ محمد الهمساوي وغيرهم من الشعراء الكبار. وحتى هو كان في ترتيب انه يجيب شاعر كبير الا انه يعني هو رحل قبل ما يجي، وهو السيد بتاع التكرار بتاع المسلسلات لا يحكم الان. فالحقيقه محمد المخزنجي هو كمان عمل صالون ارض. اما عامل مواقف كثيره جدا بينه وبين محمد المخزنجي. يعني كنا بنروح اسكندريه في احدى اللقاءات يعني، وانا كنت رايح معاه تبع المؤتمر. ف بشكل جميل جدا كان في مشكله في الاقامه، وهو كان في وقتها عضو امانه مؤتمر مصر العالمي. وبشكل جميل جدا وطرفه جميله جدا استطاع ان يحل مشكله السكن. كنا 3 4 في غرفه وكان المطلوب 3، فهو بشيء جميل وتخطيطه المعهوده وجمال اسلوبه خلى الراجل قال له ده احنا معانا شاعر واشار لاحد الزملاء قال له ده اديله حاجه بيت فالراجل قال له خلاص انا مش هعمل معاك وكده. ففي مواقف جميله جدا من اخونا الغالي الجميل محمد المخزنجي. توطدت العلاقه الى العلاقات الاسريه. كنا نتزاور في بيته او في بيتي، وكثيرا جدا ما جمعتنا الليالي بعيد عن انديه الادب وبعيد عن الصالونات. ما فيش مناسبه الا كنا يعني بنجتمع فيها سويا انا والاستاذ محمد عليه رحمه الله. اذكر اخر مره انا شفت فيها كنت قبل رحيل حوالي 10 ايام. انا كنت حريص جدا طول فتره مرضي اني ما اكلمهوش في اي مشكله تخص خالص، يعني يكفيه اللي هو فيه. وكان انا كنت بشفق عليه جدا وكان جوايا حاجه مخوفاني. فانا ساعه ما قعدت معاه اخر مره قبل الرحيل بحوالي 10 ايام غلبتني دموعي وهو قاعد نايم على السرير كده، يعني شبه نايم. فبيقول لي في ايه يا استاذ؟ قلت له انا مش عاوز اشوفك كده. وكانت دي اخر مره اشوفك فيها، الى ان وصلني خبر رحيله. وزي ما قلت لك كده كان يوم الاربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022 عليه رحمه الله على الاستاذ محمد المخزنجي. طبعا حكاوي وحكايات ومفيش كلام يوصف الاستاذ محمد طيب الذكر رحمه الله عليه. استاذي سعيد بالطاعه وهنستنى تحت اكيد كتبت حاجه عن الاستاذ محمد هنستنى تحت نسمعها. استاذ شكرا ان شاء الله.